مساء الفل. كلمتين كده بس عشان يبينوا قد ايه احنا محروقين ان عبد الله السعيد راح الزمالك. بص يا سيدي، عبد الله السعيد مواليد شهر يوليو 85، يعني 5 شهور ويبقى 39 سنة. لعب مع الاهلي من 2011 ل 2018، 7 سنين خد فيهم دوري ابطال افريقيا وكونفدرالية وسوبر افريقي ودوري وكاس وسوبر مصري، ولعب 2 كاس عالم اندية. يعني تقريبا قفل اللعبة مع الاهلي. راح بيراميدز 5 سنين، عمل له شوية ملايين حلوة كده يعيش عليها. فيعمل ايه بقى؟ الجماهير بدأت تنساه. يروح الزمالك، 95% من جمهوره جمهور لقطة. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا يحتفل بأسيست، مش لازم يحتفل ببطولة. يحتفل بجون، برضه مش لازم يحتفل ببطولة. زي ما لحد دلوقتي كده بيحتفلوا بجون شيكابالا، مع ان الاهلي هو اللي خد البطولة وقتها على قفاهم. فيروح يلعب له سنة سنتين، يجيب جون، يعمل اسيست، وشكرا. الجماهير تفضل بقى فاكراه بالجون والاسيست، انما البطولات والتاريخ عملهم مع الاهلي مش معاه. 5 سنين في بيراميدز بيلم فلوس وطموح، اهو طموح وراجع. طب ايه بقى؟ يبقى مين كده اللي محروق؟ ده انتوا بقالكوا 8 سنين بتدوروا على عبد الله السعيد. خدتوه؟ خدوه. سلام.